طويل ورا. توفيق انت مكانك خلف. استنى اثبتك لأن عليك الأمان. من حقنا ان يبقى عندنا في اتحاد المستشفيات العربيه انفورميشن شير، تبادل لقطاع المعلومات على مستوى المستشفيات العامه البابليك والخاصه بين الوطن العربي. المريض مش محتاج ان هو يعرف مين احسن دكتور في بلده، لا، مين احسن خدمه صحيه في تخصص ما على مستوى الوطن العربي. عايز يروح يعمل عمليه قلب، هيبقى عارف ان احسن تخصص موجود مثلا في الجزائر. عايز يعمل عمليه كانسر بشكل معين، هيبقى عارف ان افضل المستشفيات موجوده في فلسطين، وهكذا. من حقنا ان احنا نحلم كل هذا الكلام. انا بيتهيألي ان التجمع اللي انا شايفه النهارده ده كل العمالقه في التخصصات كلها والوزارات كلها والدول العربيه كلها، اذا ما كانش هيخرج في يوم ما بنتيجه ايجابيه توحد بين هذه الدول في المجال الطبي والمجال الصحي، يبقى احنا هنتاخر كتير. كل اللي اتمناه ان هذا المؤتمر وهذه الجلسه وهذا الاجتماع ينتهي بفائده تجمع بين الوطن العربي في التخصصات الطبيه كلها، وفي النهايه نخدم به المريض العربي. شكرا، ومره ثانيه اهلا بكم في مصر. كل مريض عنده جواه شيء كان اسمه انت اصل لمستوى الساتسفاكشن او الرضاء الطبي، ان احس ان مستواي العلمي على اعلى مستوى، واذا انا وصلت لهذا الرضا هبقى مطمن. اللي بيخلي الطبيب الانجليزي يسيب انجلترا ويروح امريكا لان المستوى العلمي الطب في امريكا اعلى من اوروبا. لو احنا قدرنا ان احنا نرتقي بمستوانا العلمي الطبي داخل بلادنا، محدش من بلادنا هيسيبنا. كل الكلام اللي اتقال دلوقتي ان احنا بنشوف بعض المشاكل، لسه كنت بتكلم مع زملاء، بعض المشاكل الصحيه اللي بتواجه الدول العربيه دلوقتي. اهمها اتكلمنا فيها الصبح هي اللاجئين السوريين الموجودين في المنتشرين في البلاد المجاوره، في البلاد اللي هي زي مصر وزي كل البلاد المحيطه بسوريا. لبنان برضه بتعاني بعض اللاجئين دول، بتمثل عبء صحي على الدول. احنا عندنا في نسبه من هؤلاء اللاجئين السوريين، فدي كانت المشاكل اللي احنا بنحاول كاتحاد وزراء صحه عرب ان احنا نشوف لها حل. ابو عبد الله ما قصرت يا ابو، شوف هنا ابو عبد الله مع الوزير ابو عبد الله. تسمع